استكمالا للعمل المسرحي للصف الرابع والخامس، النهارده هنعمل عمل مسرحي هام بالنسبه للصف السادس في مدرستنا ميت الرخا رقم 1. عنوان العمل المسرحي كفاح شعب مصر. هنعرف قد ايه المراحل التاريخيه التي مر بها شعب مصر من ابتداء من المماليك الى العصر الحالي. خلال هذه الفتره قامت مصر بالعديد من البطولات والتضحيات هنعرفها مع بعض. واول مرحله تاريخيه هنبدا بيها وهم المماليك، هيعرفونا بنفسهم. المماليك هم غلمان يتم جلبهم بواسطة التجارة والشريعة من أمراء السلاطين واللي يحكمونهم بمدارس خاصة. تمام، يبقى دي أول مرحلة عاشتها مصر وهي مرحلة المماليك. تمام، ننتقل لمرحلة أخرى وهي العثمانيين. هنعرف مين هم العثمانيين اللي جم مصر. اتفضل. العثمانيين هم قبائل من آسيا الوسطى، عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولة عثمان بن أرطغرل. تمام، بعد المرحلتين دول هنعرف بقى قصة كفاح شعب مصر والأسباب المعلنة للحملة الفرنسية. الأسباب المعلنة هي تأديب المماليك وحماية التجار الفرنسيين وإنشاء حكومة وطنية. تمام، دي الأسباب الحقيقية. نعرف بقى شكل الحكم وهيئات الحكم في الدولة العثمانية. هنرتبهم كده هيئات الحكم المحلي. اتفضل. هيئات الحكم العثماني تتكون من الوالي والديوان والحامية العثمانية والمماليك. تمام، الوالي والحامية العثمانية والمماليك حكام الأقاليم. ننتقل إلى حاجة مهمة جدا، الفرق بين الحملة والاحتلال عشان هندرسهم دلوقتي. اتفضل يا. الفرق بين الحملة والاحتلال، الحملة هي استيلاء دولة على بلد أخرى، بعد الاحتلال الاحتلال استيلاء دولة على دولة قهر. تمام، يبقى الفرق يا اولاد بين الحمله والاحتلال عشان في عنصرين هناخدهم، الاحتلال الانجليزي والحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه قامت مستعمره فرنسيه اللي احنا درسناه، الاحتلال استيلاء دوله عن دوله قهرا. نيجي على مرحله هامه وهي احوال مصر في ظل الحكم العثماني. كنا عايشين فين زمان كده؟ هتقول لنا الطالبه. اتفضل. تدهورت احوال مصر الاقتصاديه والاجتماعيه والتعليميه في ظل العثمانيين. تدهورت احوال الاقتصاديه بسبب اهمال الصناعه وكساد التجاره وتاخر الصناعه. يبقى الخلاصه ان احوال مصر كانت احوال ضعيفه في كافه المستويات، اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. نيجي بقى على نابليون بونابرت وهنشوف هو جه مصر ليه. اتفضل. أنا نابليون بونابرت، أنا قائد الحملة الفرنسية، دخلت سرا وخرجت سرا. التكتم دي عشان الاسطول البريطاني على مصر، كانوا عاملين ملاحقه بالبعض. نيجي بقى على مينو بعد ايه؟ أنا مينو قائد الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر. تمام، بعد مقتل مين؟ كليبر. هنيجي بقى على عنصر هام وهي الزعامه الوطنيه في مصر. ديت لازم نعرف ايه دور الزعامه الوطنيه في طرد الاحتلال الانجليزي والحمله الفرنسيه. اتفضلي. أنا السيد عمر مكرم، أنا الذي زعمت الحركة في مايو عام 1805. تمام، نيجي بقى على معركة هامة وهي معركة الريدانية. أسبابها إيه؟ اتفضلي. معركة الريدانية 1517 ميلادية، اتجه الزحف العثماني نحو مصر باعتبارها المقر الرئيسي لسيادة المماليك مفتوحة للمشرق العربي. تمام، بعد المعركة دي يا أولاد أصبحت مصر دولة عثمانية. نيجي بقى على نتائج ثورة القاهرة الأولى ونشوف بس حوار مصر إيه. إلغاء ديوان القاهرة، إنشاء ديوان آخر ضم كل الطوائف والعناصر غير المصرية مقيمة بمصر، فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، شرع الفرنسيون في تحصيل القاهرة. تمام، يبقى دي نتائج الثورة يا أولاد اللي عملتها مصر، ثورة القاهرة الأولى. نيجي بقى على كليبر. اتفضلي. أنا كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون بونابرت. تمام، نيجي بقى نعرف الحامية العثمانية هي إيه؟ اتفضلي. الحامية العثمانية هي فرقة عسكرية مهمتها الدفاع عن البلاد. تمام، هي زي الجيش حاليا يا أولاد. ننتقل إلى عمالين نقول الوالي. إيه هو الوالي ويعرفنا بنفسه؟ الوالي نائب سلطان ومقرون. ماشي. الوالي نائب سلطان ومقرون القلعة. كانت مدة حكم الوالي تتراوح بين عام و3 أعوام. تمام، السر يا أولاد اللي هو كان بيقعد 3 أعوام حتى لا يرتبط الشعب المصري به، والوالي زي الرئيس حاليا. نتكلم بقى على النتائج العلمية والثقافية. اتفضلي.
حجر رشيد الذي ترتب على ذلك فك رموز كتاب مصر القديم، تأليف كتاب وصف مصر، دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط بالأحمر، إنشاء مجمع علمي كما قال إيجاز بعض الأبحاث العلمية. تمام. يعتبر يا أولاد النتائج العلمية والثقافية من أفضل النتائج للحملة الفرنسية على الإطلاق. الكتاب وصف مصر موجود منه نسخ الآن في تاريخ مصر عبر المراحل اللي احنا عمالين نقولها دي. ننتقل إلى الزعيم محمد علي. تعال. أنا محمد علي توليت على مصر بعد الحملة الفرنسية. تمام. نيجي بقى على الزعامة اليوم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنجازات تتحدث عن نفسها. اتفضل. أنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قمت بعمل مشروع حياة كريمة ومشروع مليون صحة ومشروع كلنا واحد. تمام. تحية كبيرة لجيشنا وقيادة وشعبا.